عبد الحميد بيقول أنا زعلان من ائتلاف 25/30 لماذا انسحبتم وأن الإقناع يجب أن يكون حتى آخر نفس. طب خليني الأول أوجه تحية لزميلي النائب حاتم عبد الحميد النائب المحترم، ويمكن أنا لو عرف الكلام اللي عندنا ممكن ما يزعلش مننا ويزعل إن إحنا ما قلناش رأينا النهارده. طب بس انا هسأل حضرتك سؤال، هي ايه اللحظة الحاسمة اللي انتم قلتم لا احنا مش هنكمل الجلسة، احنا هننسحب؟ الاول انا عايز اضرب مثال اتفضل من الكلام اللي قاله زميلي العزيز الاستاذ حاتم. اتفضل. اللي بكن له كل احترام وتقدير. تحت امرك يا ابو حميد. حضرتك بتقول 32 مليار من الاغنياء، انا عايز اقول لحضرتك حاجة. نعم. الفقراء هم الاكثر تأثرا بهذه الضريبة. ليه؟ هقول ليه. اتفضل. نعم. دي ضريبة على الاستهلاك. ضريبة على الاستهلاك، على استهلاك السلع والخدمات. اكيد. نعم. مظبوط؟ وهي ضريبة غير مباشرة. نسبيا الفقراء ينفقون 100% من دخولهم على الاستهلاك. بمعنى ان انا واحد دخلي 1000 جنيه بصرف ال1000 جنيه كلها 100%، وقد استدين ممكن اصرف 1100 استلف 100، تمام؟ علشان اصرف ال1100 اذا انا بنسبة 100 او 110% ممكن بستهلك. الغني لا يستهلك بنسبة 100%. نعم. الا ما كانش يبقى غني. الحكاية يمكن الفكرة دي لو كانت اتطرحت قدام زميلي الاستاذ حاتم المحترم اللي طبعا انا عارف كويس ان هو لما محايد جدا، ولما بتطرح قدامه فكرة صحيحة بينحاز ليها. يمكن فكرة زي دي لو انا قلتها وانا ما تمكنتش اللي انا اقولها النهاردة، مش كان ممكن تعيد النظر في فكرة ان الغني هو اللي هيتحمل ال 32 مليار كلهم، او هو الغني هو اللي بيتحمل الاثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. بالفعل الفرصة مش مسألة كلام، وهي مش مكلمة، احنا مش رايحين في مكلمة، احنا رايحين نأدي دور برلماني نيابي. لازم اقلب الموضوع بالبلدي كده من كل الاوجه علشان اوصل لاحسن منتج. لكن اللي حصل للأسف الشديد ان احنا خدناها على عجل. اللحظة بقى اللي انا قررت الانسحاب فيها كتكتل 25/30، لحظة اللي احنا عرفنا ان المسألة هتمشي كده، وجودنا مش هيبقى له معنى لما وجهات النظر كلها ما بتتقالش. نعم. لما القضية ما بتتفحص من كافة جوانبها. نعم. احنا مش احنا لن نقوم، واحنا بنقرر اهو تاني وتالت وعاشر، لن نقوم بدور شكلي تحت قبة البرلمان. على الاقل احنا 25/30 مش هنعمل كده. نعم. ومش هنقول على حاجة موافقين عشان احنا مضطرين. طب هل ولو احنا قلنا كده نعم يبقى احنا من وجهة نظرنا يبقى احنا بنخل بالاتفاق اللي بيننا وبين اللي انتخبونا. احنا اللي انتخبونا عشان نقول الحق فين، ونقول مصلحة المواطن والوطن فين. طب سيادة النائب احنا شايفين مصلحة الوطن في كده. هل دكتور علي عبد العال فعلا احالكم الى لجنة القيم؟ هل ده خبر صحيح؟ الله اعلم، ودي مسألة ترجع للدكتور علي عبد العال. واحالتنا لجنة حضرتك ما تعرفش المعلومة يعني. واحالتنا لجنة القيم من عدمه في مسألة مثل هذه. ده مش عايز اقول لك شرف لا ندعيه. يعني احنا مش محالين للجنة القيم بتهمة مخلة او نعم. بس سيادة النائب انتوا شخصيا في 25/30 ما تعرفوش انتوا متحالفين للجنة القيم ولا لا؟ طب المعلومة تبقى عند مين؟ اجيبها من مين؟ ممكن الامانة العامة لان احنا كنا خارج الجلسة. طيب هرجع لحضرتك تاني، خليك معايا. دكتورة هالة ابو السعد عضو مجلس النواب عن دعم مصر. دكتورة هالة اهلا بيكي معانا في مساء القاهرة. والنهارده واضح انها كانت جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان، اسفرت عن انسحاب تكتل 25